لي سؤال. إيه هو الأخ معاوية، تفضل. تسمعني؟ تسمعه معاوية؟ تفضل قوي صوتك شوي. أيوة المقنع، صوتك ضعيف. صوتي جيد عندك؟ صوتي جيد؟ جميل. سؤالي هو هل عمر كان يعلم أن رسول الله لا يقرأ ولا يكتب؟ سؤال غير واضح. هل عمر كان يعلم أن رسول الله لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم، يعلم أن رسول الله عندما ينزل عليه الوحي يقرأ، أما قبل جميل. الوحي لا يقرأ ولا يكتب. جميل. هل عمر كان يعلم أن رسول الله لن يكتب الكتاب بيده؟ نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مريضا وكان جميل. الآن السؤال التالي. دقيقة، أنت قلت نعم يعلم عمر أن رسول الله لن يكتب بيده. جميل. الآن السؤال الثالث. هل عمر سمع ووعي وفهم أن رسول الله قال بلسان عربي فصيح: ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ هل عمر فهم جيدا هذه الكلمات من رسول الله؟ تفضل. سيدنا عمر رضي الله عنه فهم أن سيدنا النبي مريض وأراد أن يخفف. نعلم أنه مريض. هل أنا اختلفت معك؟ أنا قلت لك هل عمر فهم جيدا أن رسول الله قال ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ هل فهم عمر هذا الكلام؟ تفضل قل لي نعم أو لا. نعم فهمه لمدد جميل. ولوعي. جميل. دقيقة. الآن نلخص السؤال. إذا عندنا عمر يعلم أن رسول الله لا يقرأ ولا يكتب، هذا أولا. ثانيا عمر يعلم أن رسول الله لن يكتب الكتاب بيده، هذا ثانيا. دقيقة هناك ضجيج، أرجو أن يكتموا الصوت. ثالثا عمر يعلم دقيقة أكمل كلامي. أنا وأنت الآن توصلنا إلى هذه النتيجة، أن عمر يعلم أن رسول الله لا يقرأ ولا يكتب، ويعلم أن رسول الله لن يكتب الكتاب بيده، ويعلم وعلم وفهم أن رسول الله قال: قربوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. جميل جدا. الآن لماذا عمر قال أن رسول الله غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله؟ لماذا قال هذا الكلام وعمر يعلم أن رسول الله لن يكتب بيده، ويعلم أن رسول الله قد غلب عليه الوجع؟ جميل، إنه مريض، ولكن هل رسول الله سيكتب الكتاب بيده، يعني سيتعب، أم فقط سيملي الكلام عليهم وهم يكتبون؟ لماذا قال عمر أن رسول الله غلب عليه الوجع، ولماذا وقع النزاع؟ تفضل أجبني. لم يقع نزاع. بعد وفاة سيدنا النبي استلم سيدنا أبو بكر الخلافة ولم يأتي حديث الرزية نهائيا. هل وقع النزاع يوم الرزية أم لم يقع النزاع؟ سيدنا عمر. هل وقع النزاع يوم الرزية أم لا؟ غير ابن عباس الرزية. تفضل. هل وقع النزاع يوم الرزية في محضر رسول الله أم لا؟ نزاعا على رسول الله. لا، بعضهم أخاف أن رسول الله متعبا مريض، والبعض. جميل. توصلنا أنا وأنت إلى نتيجة أن عمر يعلم أن رسول الله مريض. جميل. ويعلم أن رسول الله لا يكتب ولا يقرأ. جميل. ويعلم أن رسول الله لن يكتب الكتاب حتى يتعب بنفسه. جميل. إذن عمر قال أن رسول الله مريض. جميل. هل رسول الله حين قال أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، هل هذه الكلمات فيها مشكلة؟ أبدا. يعلم أن رسول الله قادر على أن يملي فقط. أنا لم أقل لك أن رسول الله سيكتب لهم 7 مجلدات من هذا الكتاب، فقط أن عمر يعلم أن رسول الله بكامل قواه الكلامية يستطيع رسول الله أن يتكلم، وكلام واضح قاله رسول الله. لم يطلب منهم كتاب مثلا أن الشجر يلعب كرة القدم، يكتب لهم كتاب فيه أن الشجر يلعب كرة القدم حتى يقول عمر لا، رسول الله ربما يخري في هذه غلب الوجع. لا، كلمات طبيعية عربية فصحى جميلة جدا: أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعده أبدا. فعمر يعلم أن رسول الله سيملي الكتاب، لأن عمر يعلم أن رسول الله أمي لا يقرأ ولا يكتب ولن يكتب بيده. فلماذا وقع النزاع؟ تفضل. سيدنا عمر حواري رسول الله، هو والصديق يعرفون وماذا
يقصدون ممكن شخص آخر أرجوكم قدموا لي شخص آخر. جميل. ممكن تقدموا لي شخص آخر له عقل أرجوكم. الحاج وعد قدم لي شخص آخر من تركيا. روح نام أخي، روح نام. حياك الله. تفضل أجبني على السؤال مباشرة أخي. لماذا وقع النزاع؟ وقع النزاع لأن عمر تمام قال حسبنا كتاب الله تمام، وأن النبي قد غلب عليه الوجع. فانقسم المجموعة قسمان، منهم قالوا قدموا له الكتاب، ومنهم قالوا بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه. جميل. لماذا وقع النزاع ورسول الله وكلهم يعلمون أن رسول الله أمي لا يقرأ لا يكتب ولن يكتب بيده، فقد سيملي، وكلامه عربي فصيح. قال لهم أكتب لكم كتابا لن تضلوا، يعني كتاب مهم. لو قال أن مثلا أن الشجر يطير في السماء لقالوا ربما رسول الله قد غلب عليه على عقله الوجع، ولكن هذا الوجع الذي غلب على رسول الله في أي منطقة غلب عليه؟ على فمه، على يده، هو لن يكتب. إذن على عقله. عمر قال رسول الله غلب عليه الوجه على ماذا؟ على عقله. إذا النبي بدأ يهجر، وإلا رسول الله الكل يعلم أنه أمي مسكين لا يكتب ولا يقرأ ولا أي شيء. فلماذا وقع النزاع؟ تفضل يا أخي ذو الفقر، معلش أنت سامحني تمام، خذني تمام، يعني بس أعطيني مساحة يعني عشان أتكلم وأخذ راحتي بالكلام. أنت سألتني نفس السؤال هلا تمام. بعدين في الروايات عنا وعنكم أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه من شدة الوجع، صحيح؟ عندما قال عمر، راح أجاوبك في نفس الجواب، عندما قال عمر إن النبي غلب عليه الوجع فقسم تمام، قال بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقسم قال قدموا له الكتاب. هنا حصل التنازع تمام، وسيدنا محمد قال اذهبوا عني، لا ينبغي عند نبي التنازع. هذا يلي مكتوب في الرواية. أين هو الجواب على سؤالي؟ أين هو الجواب على سؤالي؟ قلت لك يا رجل، أنا أتكلم باللغة العربية، لماذا حدث هذا التنازع؟ ولماذا فريق يرى أن رسول الله بكامل قواه العقلية يستطيع أن يملي، لا العقل يكتب، يستطيع أن يملي، والفريق الآخر رآه أنه لا يستطيع أن يكتب وهم يعلمون أنه لن يكتب. فلماذا وقع النزاع فيما بينهم؟ ولماذا قالوا أن رسول الله غلبه الوجع؟ غلبه الوجع على ماذا؟ على يده رسول الله لا يكتب، على فمه مثلا، على عقله، على ماذا غلبه الوجع؟ ولماذا وقع التنازع؟ إذا كان غلب عليه الوجع على فمه فرسول الله يتكلم. إذا كان وقع غلب الوجع على يده فرسول الله لا يكتب أصلا، هو أمي. فإذا لماذا قال عمر غلبه الوجع ورسول الله يقول لهم أنا سأملي عليكم كتاب؟ رسول الله أمي. تفضل أجبني المرة المليون. إذا ما كنت لا تستطيع الإجابة ائتني بشخص آخر. تفضل أجبني. تفضل. لا تطرح علي السؤال، أنا 3 مرات أطرح عليك سؤال، تريد أن تطرح علي سؤال؟ حدث النزاع، أنا قلت لك حدث النزاع بسبب كلمة عمر رضي الله عنه وأرضاه حسبنا كتاب الله. ممكن شخص آخر أرجوكم؟ يوجد شخص آخر أو فقط هؤلاء؟ يوجد شيخ له عقل؟ أخاطبه. أنا أريد إذا كان لهم عقول، أعتذر من العقل، إذا كان لهم عقول هناك شخص آخر؟ هذه الأزمة يا سيدي العزيز. أسألك بالله، دعني أسألك. أي سؤال يا رجل؟ كلامي واضح، أتكلم باللغة العربية الفصحى. قلت لك الجميع الصحابة 124,000 عندكم في اعتقادكم يعلمون أن رسول الله لا يكتب لا يقرأ، أمي مسكين لا يعرف أي شيء، يأتيه الوحي يتكلم فقط. فكلهم يعلمون أن رسول الله لا يكتب، لا فقط سيملي عليهم. فلماذا قال عمر أن غلب عليه الوجع؟ غلب الوجع على ماذا؟ على يده رسول الله لن يكتب، على فمه لا رسول الله تكلم باللغة العربية فصحى. فعلى ماذا غلبه الوجع؟ على عقله. قل أن رسول الله غلبه الوجع على عقله. إذن سنقفز إلى النقطة الأخطر وهي يهجر. قلها. تفضل. طيب خلي موحد الأخ، خلي موحد مغرب.